الله يسعد لي صباحكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ مناح؟ يا رب تكونوا مناح. اكيد كلكم سمعتوا بسياره الهمر اللي الامن العام سرقها من اشرفيه صحنايا، وصاحب هاي السياره شافها بالصدفه على التلفزيون وهن رايحين بمهمه رسميه. بحب اشكركم انه الحمد لله الحكومه اليوم بتشرح لنا ليش اخذوا السياره، وراح تثبت لنا انه معهم حق ياخذوا السياره ونحن كنا ظالمينهم. يفتح عيننا على طول بنظلم نحن يا اخي، يعني حرام نظلم. طب ما نشوف، لهيك جهزوا بشراتكم تعال لي خلينا نشوف مع بعضنا اخي، ليش اخذتوا السياره؟ ليش سرقتوها؟ ممكن نستفيد. كلياتنا شفنا سيارة الهمر اللي ظهرت في إحدى عمليات الأمن الداخلي في ريف دمشق. طبعا بعد ظهور سيارة مباشرة لصاحب السيارة تكلم على وسائل التواصل الاجتماعي أن السيارة لإله وهي عادي لإله بشكل شخصي. طبعا هذا الشخص لما جينا هون على مكان حجز السيارة وسألنا الأمن الداخلي فقالوا أنه هذا الشخص كان مشارك في العمليات الأخيرة في صحنايا ظلمناكم، كان مشارك بعمليات صحنايا، عم بدافع عن بيته وأرضه وعرضه. يفك عينه، قليل ذوق انت يا صاحب الهمر، تستحيش. في صحنايا وتم حجز السيارة بسبب مشاركته في العمليات الأخيرة. بسبب المشاركة حجزوا له السيارة، نحن مفكرين سرقينها؟ يفك عيننا يا زلمة. بس أخي المذيع، يعني نقول مثلا إنه واحد من المشاركين أنت كبير القدر عنده سابة، تاخذوا له إياها؟ ليش ما أخذتوا له إياها؟ يعني السابة ما بتتاخذ؟ لازم يكون شروط مشارك في عمليات صحنايا وعنده همر. يفك عين الهمر، بتجنن يا زلمة. شغل. اما اللي عنده سابه انت بامان معلم، روح سامح سابه هبلنا اياها. شو سابه يا عمر؟ شي راقي ها حلو. يفك عينه مثله كباقي المشاركين في احداث اشرفيه الصحنايا، بس الفرق ذوك عندهم سابه وهو عنده همر بس. طبعا الامن الداخلي تم توقيف السياره وحجزها بشكل مباشر. وتم منذ ايام قليله عقد اجتماع بين العميد حسام الطحان ومحافظ دمشق في دمشق، واصدروا عفو عام بشكل عام عن السياره ولا عنه جميع المشاركين في احداث اشرفيه الصحنايا والصحنايا، ومن بينهم هذا الشخص صاحب السياره. طبعا خلاص معناته محلول يا زلمه، السياره جاهزه للتسليم كما قال الامن الداخلي. هيك بدنا يكون. هاي المهم، نحن عنا السياره ترجع لاصحاب. هلا بندق له الله يسعد لي صباحه في عينك على السياره. ليك معلم صار فيك تروح تجيب سيارتك، خلاص فضحتنا شرشحتنا طلعتنا حراميه، بكفي. صح مزبوط والله بكفي. خلاص صار فيك تروح وترجع سيارتك. شو بدك احسن من هيك يا مواطن يا بلا ذوق؟ جاهز روح خذها، بشرط ولكن وصول او قدوم صاحب بسيطه الى المكان. هلق بيجي حكيت مواني، هلق بيجي واخذه للسياره. طبعا يقول الامن الداخلي بان الشخص بعد ان تم العفو عنه بسبب احداث اشرفيه الصحنايا لا تزال هناك قضايا وهو يعرفها، قضايا شخصيه متعلقه به. هو بيعرفها. معلم ما عادش تروح تاخذ السياره، اوعى تعال ولا تيجي، اياك تروح عليك قضايا شخصيه مش عارفين شو هي. انت بتعرف شو هي القضايا الشخصيه، ما حبوش يخبرونا، بتدينوا منهم مصاري. مش فاهم في شغله نحن خيو مش لازم نعرفها؟ شو هي القضايا الشخصيه اللي هو بيعرفها؟ انت بتعرفها يا عكروت. شو عامل؟ شو مسوي معهم لمن يفوتوا على شفية صحنايا يسرقوا السياره وما اخذوا لك؟ لو بدهم اياك اخذوا، ما اخذوا السياره يا زلمه وسرقوها. فشو عامل يا درسان؟ شو مسوي؟ هي انا اول مره بسمع فيها. واحد شارك باحداث صحنايا مثل ما عم توصفوها، وبيجي بيقولوا له حكمت عليك المحكمه انه ناخذ لك الهمر تبعك ونعمل دورتين. يفتل رايحين جايين حمر يا اخي. يفكع عينك والله حلو، بحياتي ما سمعت شيء. الله يعين عنده سابه يا زلمه، كان اخذوا له. بس انت الهمر يا انت يا الهمر، وحده منكم. شو رايك؟ انت ولا الهمر؟ فالسياره جاهزه للتسليم، ولكن حيرتنا يا زلمه، جاهزه ولا مش جاهزه؟ تعال ولا ما تجيش؟ شو بدكم؟ شوي تقول له تعال، شوي تقول له لا تيجي. عليك مشاكل شخصيه انت بتعرف، ولو انك مهتم كنت بتعرف لحالك. والله العظيم يا المذيع انت باين معلم مش عارف الله وين حاطك. جيب لنا شي مسؤول نتفاهم نحن وياه اخي. انت شغلتك فاضي، بلكي المسؤول اخي يفهمنا ليش اخذتوا السياره والزلمه شو عامل. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا احنا وصلنا هون الحمد لله داخل في منطقه داريه لحتى نسال اخ عبد الرحمن طبنجة قلنا مسؤول الامن في مديريه امن داريه حتى نعرف بدايه كيف وصلت السياره لهم ومين هو صاحبها. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي، شفنا نحن السياره باحدى العمليات الامن الداخلي. بدايه مين صاحب السياره وكيف وصلت عندكم؟ كيف وصلت؟ السيارة حبيبي. تعود صاحبها المدعو فارس دخليف، وتم مصادرة السيارة بعلمه وبعلم أهله. بتقول رايحة غصب عنه؟ بعلمه وبعلم أهله معكم خبر إنه أخذوها؟ معهم خبر. أنت معك خبر؟ معناتها مش خطيف يا أخي، راحت برضاها قصة حب. فيش داعي هاي الشغلات تعملوا لنا إياها إنه سرقة وما سرقة. بعلم أهله خلص. وبالتنسيق مع اللجنة المكلفة من قبل أهالي أشرفية صحنايا، وذلك
ذلك بعد التأكد من تورطه بالأحداث. هو ولا السيارة؟ لأنه إذا هو وما خدتوش له مصيبة، أنتوا عندك أنتوا وبعلمه وبعلم أهله، فهو المتورط ولا السيارة المتورطة؟ ما بصير يا أخي المواطن هو يتورط والسيارة تنحبس، عرفت؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، صح هي سيارته للزلمة بس مش مضطرة تحاسب عنه، بتروحوا عليها فين السيارة هي كيلومترات بنزين، ما بصير. الأخيرة بالإضافة إلى ادعاءات شخصية. نحن سمعنا أنه محافظ ريف دمشق بالإضافة إلى العميد حسام مصطحان اجتمعوا مع وجهاء من أشراف الصحنايا والصحنايا وأصدروا عفو عام عن المشاركين، فشو السبب أنه السيارة ضلت موجودة عندكم؟ ليش بعد عندكم السيارة خيو؟ ما عرفتوا عنه الزلمة؟ السيارة بعد عقد اجتماع ترأسه المحافظ ريف دمشق السيد عامر الشيخ وسيادة العميد حسام الطحان، طرح العفو العام عن كل من شارك بالأحداث الأخيرة وتم الموافقة عليه. حلو، موضوع السيارة انحل. وبعد أن شمل العفو بقي عليه الادعاءات الشخصية. على السيارة ولا عليه؟ لأنه كمان بصرش ادعاءات شخصية عليه مش على سيارته. صاحب السيارة برجع بسألك وحياة خالتي فايزة قلب متدين منهم مصاري للجماعة مش قادرين يردوهم، ضابين السيارة ترجعوا لهم مصرياتهم، شو الترنيب أخي؟ بنفهم بأي دستور بأي قانون مش عم بفهم أخي. معناها إذا هو أجى بده سيارته حاليا وخلص امور القضائي بيقدر ياخذ السيارة. بيقدر ياخذها، شفت بيقدر ياخذها. السيارة الآن هي موجودة في الحجز. الله يفك أسفة. ويتابعها بناحية أشرفية صحنايا وعليه أن يأتي إلى الناحية. يأتي روح ليش عم يروح؟ روح ويفك احتباسها ويحصل على السيارة بعد انتهاء من الادعاءات الشخصية. اللي عليه مش على السيارة، ادعاءات شخصية اللي عليه، وانتم مش قادرين تروحوا تجيبوه فرحتوا جبتوا السيارة وبعلموا معه خبر علم نحن اخذنا لك السيارة بس ما فينا ناخذك لك لانه عليك ادعاءات شخصية انت، بس نحن حابين نحاكم السيارة. هيك اخي بلد تحترم حقوق السيارات، شو بدي بالحكي؟ السؤال المهم اليوم الامن الداخلي لما بيقوم بحجز احدى السيارات لاي سبب كان، فهل يحق الامن الداخلي استعمال السيارة؟ ما له استعمال السيارة، كلهم دورتين ولو عملتوا استعمال السيارة على اساس انه الزلمه راح فيها عند خطيبته، راح مهمة وطنية، عيب له. وين كانت سياراتكم معلم من 14 سنة؟ يوم كانت سياراتنا عم بتدافع عنكم، وين كنتوا؟ استعمالها، وين استعمالها؟ كلها دورتين، صورنا فيها فيلم ورجعناها، وين المشكلة؟ احتروا الدواليب. بعدين الزلمه عنده ادعاءات شخصية وهو بيعرف شو هي، نحن بدناش نقولها على الاعلام، هو بيعرف. تعرف انت صح مزبوط، تعرف ما خلص فكوها سير، شو عينكم على استخدام السيارة قال بعمليات امنية. طبعا لا يحق ان تستخدم اي سيارة او اي لا يحق، لا يحق قلبك قاسي. هي امر مصادر من قبل الامن الداخلي، ولكن ليش تستخدم دواء؟ قل نشر هذه الصور على ان السيارة ضمن مهمة من مهام الامن مديرية الامن الداخلي. تأكدنا ان من خرج في المهمة لم يخبر او يعلم مسؤوله وتم وضع العنف. يا ويلاه. وانتم بس شفتوها رايحه بالموكب ما سالتوا من اجتها الامر؟ معقول انتم بالمركز الشرطه اللي انتم فيه بتعرفوش شو عندكم سيارات؟ بتعرفوش هالسياره من وين خلقت؟ من وين نطت هي السياره؟ قائد الاقتحام الفيلم اللي عملته، معقول انت ما سالت حالك معلم كيف اجت هي السياره لعنا على الموكب؟ موكب هذا يفك عينك، مش رايحين يشتروا كليان لبن، لازم تسال حالك كيف فاتت على موكب الامني؟ اهل اليوم صحنايا واشراف الصحنايا وغيرهم عم ينتظروا يعني بفارغ الصبر قيام الامن العام بواجباته بمهامه واجبات يفكع عيني واجبات بتضلكم تذكرونا يا زلمه. ما عم نقوم، مش عم نقوم بالواجبات، عم نقوم بالواجبات على اكمل وجه، بالعكس امن وامان وسرقه وتعفيش وسيارات صاحب عليه مشاكل خاصه هو بيعرف شو هي، تجي نفضحه. معقولكم متجوز على مرتك يا زلمه بدهم يفضحوك؟ بس لا يا زلمه نحن دروز بنتجوز وحده بس، مستحيل الامن العام يسرق السياره. طلع فتش معلم تلاقي الامن عم يحمي لك اياها، اعطيها باركينج فري، شو بدك احسن من هيك يا زلمه؟ كله هذا مشانك اخي المواطن. بصير انت تيجي بكره بس حل مواضيعك الشخصيه الخاصه اللي انت بتعرفها، تيجي تشغل السياره ما تدرش بطاريه خلصانه، عم نشغل لك اياها كل يوم الصبح تطلع درتين، كلش عينك ضيقه يا زلمه، فك عينك، عيب عليك له الاخطاء. فشو رسالتك للاهالي بشكل عام؟ رسالتنا لاهالي مدينه صحنايا والاشرفيه على ان اخوانكم وابنائكم في مديريه الامن الداخلي هم موجودون لامنكم بعرف وحمايتكم. نعرف معلم استاذ والله بنعرف، مش جاي تحكي على حكي، نعرف نحن كثير نعرف. اصلا انتم عملتوها بحسن نيه، مستحيل يكونوا عملتوها بقصد السرقه ابدا يا زلمه، كلها امر له والله ما بتعملوها اخي سيدي مدير الناحيه ممتلكاتكم ولن يتم اخذ شيء من ممتلكاتكم ابدا الا باذنكم ابدا مسوغ او قرار قانوني. كعينكم يا زلمه جيتوا تكحلوها قمتوا عملتوها، هي اللي عنده سابه يا بدناش نطول عليكم خيو، يعفو الله طفي.